تقدم النادي الأهلي السعودي عبر شركة الإدارة بخطاب رسمي شديد اللهجة إلى لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم. الاحتجاج يركز بشكل أساسي على الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي صاحبت مباراة الأهلي أمام الرياض في الجولة السابعة من دوري روشن. يرى الأهلي أن الحكم السلوفيني ريدي أوبرينوفيتش ارتكب أخطاء غيرت مجرى ونتيجة اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1. طالب الأهلي بتكليف حكام من النخبة لإدارة مبارياته القادمة. عبر النادي عن رفضه لدفع أي مبالغ مالية مجددا لاستخدام حكام أجانب لا يواكبون مستوى مباريات الفريق، مؤكدا أنه يدفع مبالغ عالية مقابل استخدام حكام على مستوى رفيع. تضمن الخطاب رصدا تفصيليا لعدد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل في الجولات السابقة أيضا. لجنة الحكام: من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا في 16 و17 من نوفمبر تشرين الثاني الجاري لمناقشة جميع القرارات التحكيمية في الدوري، بما في ذلك مواجهة الأهلي والرياض وحالة طرد فابينيو الاتحاد وركلة جزاء النصر. ردة فعل الجماهير: شنت جماهير الأهلي هجوما حادا على حكم مباراة الرياض وقامت بإلقاء الزجاجات عليه أثناء خروجه من الملعب.